في فيديو النهاردة هعلمك ازاي تلغي حقوق طبع ونشر لهم طلبة بحقوق الطبع والنشر من على الفيديوهات على اليوتيوب عشان تنشر المحتوى اللي انت عايزه والمحتوى اللي يجي على بالك من غير حقوق طبع ونشر. طبعا في كذا محتوى بس المشكلة بيدي حقوق طبع ونشر، فانت مش هتعرف تعمل حقوق الطبع والنشر ديت. طبعًا الفيديو ده مش لغرض السرقة، يعني مش لغرض أنا هاقول لك تلغي حقوق الطبع والنشر وروح اسرق فيديوهات، لأ. مثلًا أنا بانزّل مثلًا واحد عايز ينزّل محتوى رياضي، والرياضي مثلًا زي ملخصات المباريات بيعمل عليها حقوق طبع ونشر، واحد زي عايز ينزّل مسلسلات رمضان والمحتوى الأكثر شهرًا في العالم كله اللي هو مسلسلات رمضان. والأكثر انتشارًا، تمام. لو رمضان جه وأنت عايز تنزّل مثلًا، أنا مش باقول لك روح اسرق فيديوهات وتعالَ نزّلها وبس، اعمل الطريقة دي، لأ، دي توعية بس. النهارده عندنا الطريقة الأولى والطريقة التانية. الطريقة الأولى هي هنستخدم فوتوشوب على الفيديو، والطريقة التانية اللي هي لو بعد ما نستخدم فوتوشوب ونعمل فوتوشوب ومونتاج لو برضه عليه حقوق طبع ونشر، هتروح على طول على الطريقة التانية. لو ما عليهاش يبقى أنت خلاص كده عديت حقوق طبع ونشر، لكن في الأغلبية ممكن يجيب لك حقوق طبع ونشر بعد الفوتوشوب برضه. فعشان كده أنا باقول لك استنى الطريقة التانية برضه، عشان لو لقيت حقوق طبع ونشر يبقى أنت كده سمعت الطريقتين. لكن لازم تعمل الطريقة الأولى. لو دخلت على الطريقة التانية على طول اللي هانزّلها بعد كده، كده اليوتيوب هيحذف لك قناتك على طول، لإن الطريقة التانية هنكلم شركة اليوتيوب نفسها، فأنت لازم تغيّر المحتوى ده. هتروح على طول هتحمّل التطبيق ده، وأي حاجة هاقولها النهارده في فيديو طبعًا زي كل عادة بتلاقي الرابط بتاعها في وصف الفيديو. هنحمّل التطبيق اسمه InShot، تمام، من متجر بلاي أو من أي حتة. هتفتح التطبيق وهتدّيه السماح، تمام، وهتضغط على حاجة اسمها فيديو. طيب لو حد معاه تطبيق تاني للفوتوشوب أنا ما ليش دعوة إنك تستخدم التطبيق ده ولا التاني، بس لو جالك حقوق طبع ونشر أنا مش ليش دعوة، لكن التطبيق ده اللي هنشرح عليه. لو عندك أي تطبيق تاني بنفس الإمكانيات اللي هنستخدمها استخدم التطبيق التاني وما تنزّلش ده، أمّا لو ما فيش يبقى لازم تستخدم ده. هنا مثلًا عايزين نعدّل على أي فيديو، أنا بس باورّيك إزاي تعدّل على فيديو. الفيديو ده ولنيكن بتاع قرآن كريم، لو نزّلته على طول هياخد حقوق طبع ونشر في دقيقة، فأنا بس باورّيك جِبت أي فيديو بس باورّيك. وأما من أوتي كتابه صدق الله العظيم. طبعًا أنا حاطط البتاعة دي عشان طبعًا حقوق الطبع والنشر على الفيديو بتاعي أنا ما تتعملش، تمام. بعد كده هتيجي أنت تعدّل على الفيديو. أول حاجة نستخدم حجم الصورة. حجم الصورة تخلّيها بحجم التيوب الأساسي اللي هو ده، ممكن نكبّر شوية فيها، تمام، نفس اللي أنت هتعمله. ما تحطّش موسيقى للفيديو عشان الموسيقى بتخلّي في حقوق طبع ونشر ودي براحتك. تاني حاجة تعالَ إلى قَص. أنت تقص الفيديو، ممكن تقص أول حتّة المقدمة وتقص آخر حتّة المقدمة، بحيث الحجم بتاعه يعني يبقى يصغر كده. بعد كده تعالَ في خانة التقسيم وهنا هتلاقي إن الفيديو صغيّر، تمام، أهو. تعالَ في خانة التقسيم وابدأ قسّم الفيديو أهو. أما من أوتي كتابه ابدأ قسّم الفيديو على حسب ما أنت تعمل، تمام. التقسيمات دي بتخلّي حقوق الطبع والنشر برضه. تعالَ عند الخلفية. الخلفية ما تخلّيهاش زي ما هي، أنت ممكن تجيب ألوان. عندك في حاجات كتيرة في البرنامج، تمام، وهتدوس على الشرطتين الصح دول مش شرطة واحدة، أنت هتدوس هنا لإن هنا تطبيق على الجميع. بعد كده لو نزّلت على طول برضه هياخد حقوق طبع ونشر. طب أنا هاعمل إيه تاني؟ هتدوس على سرعة. بعد كده هتبدأ هنا شوف هنا حجم الفيديو أو زمن الفيديو هتلاقيه تحت هنا. أنت يعني أهو بتخلّي الحجم ما تخلّيش السرعة عالية جدًا، 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 لأ، مثلًا خلّيه 1.10. أوتي كتابه بشماله فيقول تمام. أنت بتخلّي السرعة على حسب ما أنت بتحب. تعالَ لخانة في الأول حيوية، ودي استخدمها لازم تستخدمها أو يستخدمها لأجل برضه الحماية. اللي أنت أول ما تبدأ الفيديو اللي أنت بعد كده أبُص في الطلعة، تمام، وتزوّد الوقت بتاعها شوية. بعد كده تعالَ التانية دي حُطّها برضه معاها أو خلّي دي.
ده كله بيزود أو بيقلل في حقوق الطبع والنشر. تعالى بقى في خانة بعد كده اسمها حجم الصورة. حجم الصوت. تعالى العب على الصوت أو وطي الصوت. تمام، انت ممكن تعليه على الآخر، ممكن توطيه على الآخر على حسب ما انت تحب. تأثير الفيديو ودي أهم حاجة. بصي، دي عايزة بس شرح طويل شوية. تأثير الفيديو تعالى أقول لك ليها كذا طريقة ازاي. عندك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 خانة. لو تجي تضغط على العلامة زي هكذا تحس ان انت بتكلم حد في التليفون. تمام، الصوت نفسه بتكلم حد او حد بيكلمك من التليفون. ده قرآن كريم، فانا مش هغير حاجة او مش هحط صوت اللي هو من غير جوف عشان ما ينفعش ده. بص يا جماعة، ده يا جماعة صوته عالي قوي. تمام، انت ولا تحط دي ولا دي لان دي برضو الصوت مكتشف. ممكن تحط دي او ممكن تحط التانية دي. في حاجات كتيرة جدا يا جماعة، بس عشان ده فيديو قرآن كريم انا مش هحط يعني ده. انت ممكن تستخدم الصوت ده للصوت ده للصوت ده للصوت ده. تمام كده احنا غيرنا الصوت. هل في حاجة تاني ولا اطلع من الفيديو على طول اروح انشره؟ لا لسه فيه. تعالى عند الفلتر. تمام، تعالى عند الفلتر. ما تعملش فلتر جاهز، هتدوس على ضبط. بعد كده هتعلي السطوع. تمام، تلاقي الصورة ابتدت تتحسن معاك. تمام، تعلي التباين، ديف بتحليه، شوف الصورة بقت كده. الألوان بتخليها على 16. تشبيع بتخليها مش عالية قوي. تلاشي لو عايز تعليه عليه ده براحتك. تسليط الضوء عليها شوية. الظل برضو هكذا. اللون لو عايز لون، درجة اللون احنا محطناش لون. تصغير. بعد كده الحبيبات ومظهر حبايبي. تعالى شوف الصورة. بعد كده تطبيق للجميع. شوف الصورة بقيت باحتراف، وشوف الصورة يعني شوف الصورة كان في الأول. الصورة كان في الأول غير دلوقتي تماما. انت كده غيرت الصورة وغيرنا السرعة وغيرنا الحيوية وغيرنا اقتصاص وغيرنا حجم الفيديو وغيرنا تأثير الضوء. خفض تضيش برضو هتدوس عليها. بعد كده احنا غيرنا حاجات كتير جدا. في اهم حاجة بقى انك اول فيديو هتدوس على كلمة تجميد بالشكل ده. جمد لك اول حتة اللي هو ما تخليهاش تشتغل. تمام، اول حتة بتيجي بقى على اضافة على الميزة بي اي بي اللي هي دي. بعد كده بتختار الصورة وتحطها في اول الفيديو، وهكذا في اخر الفيديو تعمل وتختار صورة برضو. تمام، وبكده انت غيرت شرح او غيرت حاجات كتيرة كاملة في ممكن تضيف نص برضو هنا. تمام، انت كده غيرت كل حاجة بمعنى الكلمة. الفيديو خليت الفيديو ده خاص ليك، اضاءة غير، صوت غير، كل حاجة بقيت متغيرة. اضفت حاجات من عندك، قصات الفيديو. فطيب لو بعد كده افرض جاب لي حقوق طبع ونشر، انا هعمل ايه؟ لو جاب حقوق طبع ونشر انا هتكلم الشركة. لو جاب حقوق طبع ونشر اكيد ما عملتش حاجة من دول او ما ظبطتش الفيديو قوي في المونتاج او الفوتوشوب. تمام، طب افرض انا مش عايز اعمل على بتاع الفيديو ده مونتاج، انا عايز اعمل فوتوشوب. طيب الفوتوشوب هيبقى صعب جدا وهيعوز كمبيوتر منك. ففي بالموبايل بس صعب. اشهر برنامج تعمل عليه فوتوشوب هو كابي كات، لكن انت المونتاج هو افضل حاجة لحقوق الطبع والنشر. وبالشكل ده الفيديو اضاءة عالية، كل حاجة اتغير في الفيديو. انت ممكن تضيف حاجات تانية. تمام، هنا لو عايزين نخلي الفيديو كده
وبعد كده اخر حاجة بتدوس على علامة الحفظ اللي من فوق، وبعد كده بتدوس على حفظ. هنا بتشوف الدقة خليها 720 عشان ما يطولش معاك، وبعد كده هتدوس على حفظ، وبعد كده اتحفظ معاك وادخل انشر على طول. لو جاب حقوق طبع ونشر معاك هيجيب في وقت، يعني ممكن يجيب بعد 10 ساعات من النشر. وبعد كده ندخل نكلم الشركة، المندوب بتاع شركة اليوتيوب نفسها هيراجع الفيديو يلاقي كل حاجة متغيرة في الفيديو، هيلاقي الفيديو من تصميمك انت، يحوش له بعد ساعة تلاقي حقوق الطبع والنشر دي اتلغت او مش هيجيبها ان شاء الله. وانتظروا فيديو تاني اللي احنا هنتكلم في الشركة. في اخر الفيديو متنسوش اشتراك في القناة، متنسوش لايك عشان تشوفوا كل جديد. السلام عليكم.